كل يوم بناخد قرارات ليها علاقة بالفلوس، من أول فنجان القهوة اللي بنشربه الصبح لحد أكبر قرار استثماري ممكن ناخده في حياتنا. بس يا ترى كم مرة وقفت مع نفسك كده وسألت نفسك سؤال مهم جدا؟ أنت بتاخد القرار المالي إزاي؟ بتحكم مشاعرك وقلبك بس، ولا إنسان بتحسب بالورقة والقلم وبتحكم عقلك؟ في الفيديو ده أنا هتكلم عن تأثير المشاعر وتأثير القلب في القرار المالي بتاعنا وتأثير العقل في القرار المالي بتاعنا. تعال أقولك على قصة صغيرة كده وسيناريو بيحصل معانا كلنا. فاكر لما بتكون متضايق أو زهقان أو حاسس بالملل، إيه أول حاجة بتيجي في بالك؟ إنك ترفه عن نفسك، إنك تخرج من الحالة دي. فبتروح تشتري أي حاجة، الحاجة دي ممكن ما تكونش ضرورية او مش محتاجها قوي. هنا المشاعر هي اللي حركت القرار المالي بتاعك. هنا انت اشتريت الحاجة دي بناء على شعور لحظي، ومجرد بس انك تخرج من الحالة دي بتكتشف ان انت مش محتاج الحاجة اللي انت اشتريتها. بتكتشف ان الحالة اللي انت كنت عايش فيها دي حالة لحظية استمرت ساعة ساعتين يوم يومين، وبعد كده راحت لحال سبيلها، واللي تبقى الحالة المادية بتاعتك هي اللي مستمرة. ممكن تلاقي نفسك بتشتري موبايل جديد لمجرد بس ان كل اللي حواليك معاهم تليفونات جديدة، تليفونات حديثة، في حين ان تليفونك القديم ما اثرش معاك في حاجة ولسه بيقضي الغرض ولسه مكفيك ومكفي احتياجاتك. لكن في تأثير اسمه تأثير القطيع او الرغبة في التقليد، لمجرد بس انك عايز تحس انك زيك زي الناس. او انك مثلا تلاقي نفسك ماشي في الشارع كده في السوق، لقيت خصم لا يقاوم على جاكيت كانت عينك هتطلع عليه، ورحت اشتريته بغض النظر بقى انت ميزانيتك تسمح ولا لا، الوقت المناسب للجاكيت ده ولا لا. ممكن يكون احنا في فصل الصيف مش محتاج اصلا جاكيت، لكن انت شفت الخصم فخايف ان الفرصة تضيع. فالتأثير ده هو تأثير الخوف من الفرصة تضيع. انت خايف الفرصة تضيع، فده فومو. الفومو ده لازم تخرج منه، الخوف ده لازم تتخلص منه، او على الاقل تصبر يوم يومين لحد ما الشعور ده يروح. اصبر على قرار الشراء بتاعك، اصبر على القرار اللي مبني على مشاعر معينة. المشاعر دي سواء سلبية او ايجابية ايا كانت، لكن القرار المبني عليها فهو قرار مادي مالي غلط. اوقات تانية بنحس ان احنا عايزين نشتري حاجة عشان خاطر نكافئ نفسنا لمجرد مجهود احنا معين عملناه، مجرد هدف حققناه، احنا بنكافئ نفسنا. ودي طبيعة بشرية، انا مش بقولك ان ده غلط او ده صح، لكن الغلط هو انك تحكم مشاعرك بس، انك تحكم قلبك بس، خصوصا في القرارات المالية. ما ينفعش تحكم مشاعرك وتحكم قلبك وتخليه هو القائد الاوحد للسفينة المالية بتاعتك، لان السفينة المالية دي ممكن تخبط في صخرة. الصخرة دي ممكن تغرقك وتغرقك في الديون او دوامة السلف، او انك حتى تبقى في ضيقة مالية. فانت في غنى عن كل ده، وكل ده بسبب ايه؟ بسبب شعور لحظي انت محتاج تخرج منه. ممكن الشعور ده يستمر ساعة ساعتين يوم يومين، لكن مش هيطول عن كده. فالقرار المالي اللي مبني على شعور لحظي فده له تأثيرات كتيرة جدا. النقطة اللي أنا عايز أقولك عليها إن ده مش غلط في حد ذاته، دي طبيعة بشرية، إحنا بشر. لكن الغلط إن إحنا نحكم قلبنا بس، نحكم مشاعرنا بس في القرار المالي بتاعنا. ما ينفعش نبني قرار مالي على مشاعر مؤقتة، على شعور مؤقت. الشعور ده ممكن يروح بعد يوم يومين أسبوع بالكتير، وتلاقي نفسك خرجت بره الحالة دي، وكل ما تبقى بس الحاجة اللي أنت اشتريتها وما كنتش محتاج لها. فما ينفعش انك تحكم قلبك بس في القرار المالي. طيب بعد ما عرفنا ان القلب والمشاعر ممكن يسرحوا بينا ويخلونا ناخد قرارات مالية غلط، نيجي بقى للمعلم الكبير اللي هو العقل، او بالاصح المنطق او الواقع المادي بتاعك، الواقع الفعلي بتاعك. بدون زعل كده خليني اسألك، انت في جيبك كام دلوقتي؟ حسابك البنكي فيه كام دلوقتي؟ الرصيد بتاعك كام؟ مصاريفك الشهرية كام؟ التزاماتك، الفواتير بتاعت التليفون والكهرباء والمية والغاز ومصاريف الإيجار، مصاريف الأولاد والمدارس، مصاريف الأكل والشرب، الحاجات دي لما بتجمعها بتاخد كام من دخلك؟ دخلك أصلا بيروح على كام حساب من حسابات المصروفات دي كلها؟ طيب بعد ما بتحسب الحسابات دي كلها بيتبقى كام؟ بيتبقى فلوس قد ايه تقدر تقول عليها فلوس حرة، تقدر تستثمرها، تقدر تدخرها، تقدر حتى انك تلبي بيها رغباتك؟
اسأل نفسك الأسئلة دي كلها. لو ما عندكش إجابات، لازم تعرف إن الأرقام دي هي مش مجرد أرقام مملة بتعقد حياتك وخلاص. لا، دي اللوحة بتاعت التحكم بتاعت حياتك المادية. ما ينفعش تتجاهل الأرقام دي. ما ينفعش تقول خلاص كل شهر كده أنا عايش شهر بشهر، وعايش من دخل لدخل، وعايش من مرتب لمرتب، وأنا مش عارف رايح فين. ما ينفعش انك تكون سايق عربية ومش باصص على اللوحة بتاعة البنزين والعداد بتاع البنزين وعداد السرعة، لان العربية دي ممكن تقف في نص الطريق، تعطل منك، او لا قدر الله تحصل حاجة. الحاجة دي ممكن يكون التأثير بتاعها في حياتك المادية تأثير جامد جدا انت مش هتقدر تستحمله. فما ينفعش ان انت ما يبقاش عندك اطلاع على لوحة التحكم اللي هي الارقام اللي في حياتك. حياتك المادية انت المسؤول عنها. لازم تعرف الارقام دي لان هي اللي مبنية عليها حياتك المادية. كده احنا عرفنا صوت العقل بيتكلم بيقول ايه، عرفنا القلب والمشاعر بيقول ايه، وازاي بيتحكموا في القرارات المالية بتاعتنا. لازم نقعدهم بقى مع بعض ونوصل لاتفاق ان دي مصلحتنا كلنا، ان دي حياتنا كلنا، حياتنا المادية. ونفهمهم ان اي قرار مالي، اي قرار مادي، سواء بقى من العقل او من القلب، لازم يكون متفق عليه ولازم ياخد وقته. فعشان نخرج من الفيديو ده بخطوات عملية، انا هقولك على شوية نصايح لو طبقتها هتلاقي حياتك المادية فرقت بشكل كبير جدا. فتعالى نخرج بره الإطار النظري ونشوف كام خطوة نمشي عليها. أول حاجة إن في قاعدة اسمها قاعدة استنى شوية. قاعدة كده إيه؟ استهدى بالله وصلي على النبي. إن إيه؟ استنى بس شوية على الشعور اللحظي اللي عندك ده، يوم يومين أسبوع بالكتير لو القرار مصيري. لو فعلا الشعور اللحظي ده استمر معاك، غالبا القرار اللي هيتبنى عليه غالبا قرار صح. فما ينفعش انك تاخد قرار لمجرد شعور ممكن يستمر اللحظة او ساعة او ساعتين او حتى يومين او حتى اسبوع. ما ينفعش. لازم تصبر شوية على القرارات المالية. ده للحاجات اللي مش ضرورية. في حاجات ضرورية طبعا فانت بتحكم عقلك، حاجات ضرورية زي مثلا العلاج، لا لازم تروح تشتريه دلوقتي. هو ده مش قرار رفاهية، ده قرار مصيري، ده قرار متوقف عليه صحتك، صحة أولادك. ربنا يعافيكم يا رب. النقطة التانية إن لازم يكون عندك الميزانية الشهرية بتاعتك، لازم يكون عندك الحسبة بتاعت المصاريف والمصادر الدخل بتاعتك. أنا في فيديو قبل كده هيظهر لك دلوقتي في القناة، روح اتفرج عليه اعرف ازاي بتعمل ميزانية، الميزانية الشهرية. والحكاية كلها ورقة وقلم. ما تفكرش ان انت لازم تكون خبير مالي عشان خاطر تعمل ميزانية شهرية. لا، الحكاية كلها ورقة وقلم. تطبيق بسيط على التليفون يقدر يظبط لك الحكاية دي كلها. محدش اتولد خبير مالي، ومحدش معصوم من الغلط. كلنا غلطنا وكلنا بنتعلم من التجارب بتاعتنا، سواء التجارب دي تجارب ناجحة او تجارب مؤلمة شوية. فكلنا بنتعلم وكلنا بنفيد بعض. في فيديو انا عملته لك عن الميزانية، انصحك تروح تتفرج عليه عشان تعرف تقسيمة الميزانية الشهرية بتاعتك. النصيحة اللي بعد كده ان لازم يكون عندك القدرة انك تفرق ما بين الاحتياج الحقيقي والرغبة. في الاحتياج الحقيقي اللي هي الضروريات اللي في حياتك اللي ما ينفعش تستغنى عنها، اللي هي أولوية أساسية. والحاجات اللي هي زي الرغبات، الرغبات دي كلنا عندنا رغبات، بس ممكن ما تكونش في وقتها، ممكن تتأجل شوية. ممكن السفرية اللي انا نفسي فيها دي لو اتأجلت شهر شهرين او حوشت لها تحويشة كويسة، تقدر تخرج بشكل كويس، اقدر انبسط اكتر، اقدر ان انا ما خاطرش بمستقبلي وحياتي المادية والاستقرار المادي بتاعي. اقدر ان انا لو غيرت الوجهة بدل المدينة دي او البلد دي اروح لبلد تانية، هتبقى ارخص شوية وهستمتع برضه. فدي نصيحة كويسة يا ريت تعمل بيها، ويا ريت تفكر في البدايل. في بدايل كتير، كل حاجة في الدنيا ليها بدايل متاحة. البدايل دي ليها تكاليف، تكلفة الفرص البديلة أو تكلفة البدايل ليها حسبة معينة. أنت اقعد كده مع نفسك واحسب الحسبة دي. التكلفة بتاعت السفرية دي هتكلفك قد إيه؟ لو كانت هتدفعها كاش أو إقساط، الإقساط دي هتعرف تسددها ولا لأ؟ ولا هتتداين بسبب سفرية؟ السفرية دي ممكن ما تكونش مهمة. الحاجة دي هتشتريها، الحاجة دي هتفيدك في الشغل، هتفيدك في حياتك الأساسية ولا لأ؟ فخد بالك وفرق ما بين الاحتياج والكماليات.
والحاجة الأخيرة اللي أنا بوصي بيها دايما في كل فيديو إن لازم يكون عندك صندوق طوارئ. صندوق الطوارئ ده لازم يكون شيء مقدس عندك. لازم حتى لو بتحط فيه جنيه واحد بس، الجنيه الواحد ده ممكن يفرق معاك في يوم من الأيام لو احتجت وحصل لك ظرف طارئ. فلازم يكون عندك صندوق طوارئ، ما ينفعش تقرب منه، ده للطوارئ يبقى للطوارئ وبس. وفي نهاية الفيديو أنا بوصيك بحياتك المادية. حياتك المادية خد بالك منها، القرار المالي قرار لازم يكون، مش اللي هو انا بقول لك ان انت لازم تكون حكيم وخبير مالي في القرارات المالية، لكن لازم يكون عن وعي سليم، لازم يكون عن مفاهيم سليمة عندك. ما ينفعش حياتك المادية كده تسيبها للعشوائية، لان انا بكلمك من كنت في واقع المعاناة. يعني انا بكلمك كنت في الدايرة دي، والدايرة دي فعلا انا عانيت منها، والحمد لله ربنا اكرمني. فانا حابب انقل لك التجربة بتاعتي، وحابب انقل لك الجزئية الصغيرة بس اللي انا اتعلمتها في الادارة المالية لحياتك الشخصية. فاقعد مع نفسك كده واستهدى بالله وصلي على النبي، وايه، وكل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله. انا بشكرك انك وصلت لنهاية الفيديو، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليك، واتمنى انك تكون فعلا استفدت وتطبق فعلا النصايح اللي موجودة، وتقعد مع نفسك كده قعدة قعدة صفا، وتتصالح انت وعقلك وقلبك، وتعرفوا ان المصلحة واحدة. حياتك المادية ليها دفاعات، الدفاعات دي هو الوعي المالي بتاعك. لازم يكون عندك دفاع قوي ضد الظروف اللي احنا عايشين فيها دي. فأتمنى لك كل خير. السلام عليكم.